يا ترى ايه اللي بيخليك تفهم من دكتور وما تفهمش من التاني؟ ايه اللي يخليك تروح خطبة جمعة تبقى مركز جدا جدا ومش عايز الخطبة تنتهي، وتروح خطبة تانية بتقول امتى الخطيب ده ينزل من على المنبر خلينا نصلي ركعتين ونروح؟ ايه اللي يخليك تقعد قدام حد بيتكلم وانت مركز معاه طول المدة بتاعته ومش عايزه يخلص؟ وايه اللي يخليك كمان تقعد مع حد بتقول له انجز وخلص، او هات الموضوع من الاخر، او قدم او اخر، او انا مش فاهم؟ ايه اللي بيخلي الناس تتوه من بعضها في الكلام؟ هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجه يا جدع؟ مش منه اي حاجه. ده هو قالها. وانت انت مش كنت معانا هنا ولا رحت فين انت ولا؟ 3 حاجات مهمة لازم احنا نركز فيهم اثناء الكلام بتاعنا، سواء احنا هندي محاضرة، هندي درس، هندي خطبة جمعة. لازم في 3 حاجات لازم يكونوا معاك. رقم 1 المعلومة، وان انت تكون عندك المعلومة الكافية اللي انت هتديها للناس. يبقى التحضير للمعلومة ده اهم حاجة، ففاقد الشيء لا يعطيه. لو انت ما عندكش قصة او حدوتة او نكتة او معلومة انت مش هتقدر تديها للناس. رقم 2 التحفيز، وده هنتكلم عنه بإسهاب وهنتكلم عنه بالتفصيل، وازاي انت تحفز الناس ان هم يكونوا مستمرين معاك ومركزين. رقم 3 لو انت محاضر او مدرس في فصل او خطيب على منبر، ان انت تحفز الناس ان هم يبحثوا عن المعلومة بعد المحاضرة او بعد الخطبة، ان انت تثيرهم ان هم يبحثوا ويستزيدوا حوالين الموضوع، وده نتيجة ان انت حطيتهم على الطريق السليم. خلينا نبدأ في حلقة النهاردة وناخدها واحدة واحدة كده، وإن شاء الله هتستفيدوا. يلا بينا. والموضوع ده أنا بتكلم فيه من جانب خبرة أنا مريت بيها، سواء أنا كنت بحضر لحد أو إن أنا دلوقتي بحاضر لطلبة. عدينا كتير جدا في مراحل حياتنا بمدرسين كنا بنفهم منهم ومدرسين ما كناش بنفهم منهم اي حاجة، وعدينا كتير جدا بتجارب، مثلا ان في خطيب انا بفهم منه وفي خطيب تاني انا مش بفهم منه اي حاجة. رقم 1 عشان انت توصل المعلومة لازم يكون عندك المعلومة. يبقى رقم 1 كده لازم انت تكون مجهز المعلومة. ما ينفعش ان انت تحاضر في الناس او تخاطب الناس او تدي اي محاضرة او تعمل اي حاجة قدام اي حد بدون ان انت ما ترتب افكارك وترتب انت هتقول ايه. مهم جدا ان انت تحضر التسلسل بتاع الافكار اللي انت هتوصل بيها المعلومة دي للناس. يكون عندك تسلسل كده، انت هتبدأ ايه؟ مثلا لو هتبدأ بتعريف الموضوع، نشأة الموضوع، اهمية الموضوع التاريخية، اهمية الموضوع الدينية، بحيث ان الناس ما تسرحش منك، خاصة لو الكلام فيه كلام كتير او في معلومات دسمة كتير. فترتيب الموضوع وأهمية تحضير المعلومة ده حاجة مهمة جدا لا تغفلها بأي حال من الأحوال. رقم 2 التحفيز. لازم انت تقدر تحفز الناس ان هم يستمعوا ليك، والتحفيز ده ليه وسائل كتير جدا في استراتيجيات التدريس. ممكن انت تطرح عليهم سؤال وتجاوب على السؤال ده. ممكن انت تطلب من حد ان هو مثلا يقول ايه معلوماته عن الموضوع ده. ممكن انت تعمل ورش عمل ما بينهم وبين بعض لو انت بتديهم مثلا في فصل او في سيكشن او في محاضرة. ممكن انت تطلب من اي حد ان هو يشرح الموضوع حتى لو عنده معلومات بسيطة عن الموضوع، ويبدأ انت تتكلم معاه. كل ده من ادوات التحفيز ايا كانت الوسيلة. فمهم جدا ان انت تحفز الطلبة او الناس اللي هم بيستمعوا ليك ان هم يكملوا استماع ليك وان هم ما يناموش. رقم 3 ان انت تحفزهم ان هم يبحثوا. يبقى العمل بتاعك ما يقفش بس على فكرة ان انت بتديهم المعلومة، وكمان بتخليهم ان هم نشيطين او متابعين معاك المعلومة للاخر. الصح ان انت تحفزهم على البحث حوالين معلومات حول الموضوع. يبقى ما تنتهيش المحاضرة تمام وانت سايبهم كده، لا، لازم كمان تكلفهم ان هم يبحثوا عن الموضوع ده، او تديهم مثلا كتب ممكن يطلعوا عليها، او تديهم مثلا ويب سايت ممكن يدخلوا عليها ويتصفحوها وياخدوا مزيد من المعلومات. يبقى ال3 عناصر دول مهمين جدا لاي عملية تعليمية. رقم 1 ان انت تكون محضر معلوماتك. رقم 2 ان انت تحفزهم على ان هم يكونوا منتبهين ليك اثناء الشرح. رقم 3 ان انت تحفزهم ان هم يبحثوا بعد انتهاء المحاضرة بتاعتك او الخطبة بتاعتك او ايا كانت الحصة اللي انت هتديها لهم. ويهمنا في نهاية الحلقة ان انت تسيب لنا في التعليقات كمان مين افضل الدكاترة اللي درسوا لك او افضل المدرسين اللي درسوا لك وانت مش ناسيهم، ومين افضل حد كمان بيوصل لك المعلومة ومش قادر تنساه، وكمان ايه اكتر حاجة استفدتها في الحلقة دي. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.